هذه الطائرة الجزائرية التي حطت في مطار حلب أنس. إذا مشاهدينا الكرام تتابعون مباشرة على الشاشة هذه الطائرة القادمة من الجزائر، وهذه الطائرة المحملة بالمساعدات الإغاثية للشعب السوري جراء هذا الزلزال، وهذه ضمن حملة والمبادرات الدولية من الدول العربية الشقيقة التي أعلنت وقوفها مع سوريا ومساندتها لهذه الأزمة التي حلت في البلاد، وهذا الزلزال وآثاره المدمرة. بالإضافة إلى هذه كما تحدثنا منذ قليل إلى هذه الطائرات التي وصلت إلى مطارات دمشق واللاذقية. الآن في حلب وصلت إذن هذه الطائرة الجزائرية حلب، في مطار حلب. إذن أنس تسمعني؟ إذن يتواجد في المطار، مطار حلب، الزميل أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية لينقل لنا مباشرة لحظة وصول هذه الطائرة الجزائرية التي تحمل مساعدات. أنس؟ نعم، تحية لك يا ماما. كما ذكرت وصلت بالتو الطائرة الثالثة التي تندرج ضمن طائرات المساعدة التي ترسلها دولة الجزائر الدولة العربية الشقيقة، وبالتالي وصول هذه الطائرة إلى مطار حلب الدولي، وتعتبر الطائرة الثالثة بعد وصول طائرة تحمل على متنها 110 أشخاص من عناصر الحماية الجزائرية، ومن ثم طائرة أخرى محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، وصولا أيضا إلى هذه الطائرة الثالثة التي أيضا محملة بالمواد الإسعافية والغذائية والإغاثية، على أن تكون أيضا هذا اليوم، على أن تصل هذا اليوم أيضا طائرة رابعة قادمة أيضا من الجزائر فور وصول فعليا الطائرة الأولى والثانية. الأولى فرق الإنقاذ والحماية الجزائرية توجهوا فعليا إلى الأحياء التي تشهد إلى الآن عملية ترحيل وإزالة الأنقاض والبحث عن ناجين، والمواد الغذائية أيضا تنقل عبر وسائط نقل حكومية وشاحنات ليتم توزيعها أيضا على المراكز الإيواء وعلى المتضررين داخل مراكز. موجود بمطار حلب أنس، ماذا عن جوزية الكوادر الوطنية في المطار لاستقبال هذه الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية من الدول الشقيقة كالجزائر، وأيضا